انت تعرف ايه اللي حصل ليحيى عطية الله بعد رحيله عن الاهلي؟ وحرفيا اللي حصل له هيصدمك. في اغسطس 2024 الاهلي يتعاقد مع لاعب مغربي باك ايسر، وده بسبب اصابة علي معلول وتطول مدة غيابه عن الفريق. بالفعل الاهلي قرر ان هو يجيب عطية الله اعارة لمدة موسم من نادي سوتشي الروسي، وده لانه كان وقتها مكسر الدنيا مع نادي سوتشي الروسي وعمل اداء كويس جدا، واتحطت عليه الانظار من كذا فرقة مش الاهلي بس. حتى لما كان مع المغرب بقيادة الركراكي عطية الله قدم بطولة خيالية، وهو اللي عمل اسيست فوز المغرب على البرتغال اللي سجله يوسف النصيري ويتأهل بالمغرب لمواجهة اسبانيا. وبداية عطية الله مع الأهلي كانت يعني حلوة، بس ما كانش هيعوض شراسة علي معلول في المركز ده طبعا، لأن عطية الله ظهر بشكل كويس مع الأهلي هجوميا، لكن كان عنده مشكلة على صعيد الدفاع، ما كانش أحسن حاجة، لأن في أوقات مركزه ده بيبقى شوارع اللعيبة تعدي منه. وكان في برضه حتة مميزة جدا عنده وهي الركلات الحرة. عطية الله كان عنده موهبة في الركلات الحرة، ورجله كانت ثابتة جدا على المرمى، يعني بيعرف ينشن الكرة حلوة قوي. وكل اللي عمله ده كولر ما اقتنعش بيه كلاعب، لأن طبعا يحيى ضعيف جدا دفاعيا، ودي كانت مشكلة بتواجه اللاعب نفسه عشان الأهلي هيقرر يشتريه ولا لا. وبعد موسم طويل ليحيى عطية الله وبطولات مع النادي الاهلي وتسجيل اهداف، الاداره قررت ان عطية الله يرجع لفريقه المعار منه الا هو نادي سوتشي الروسي. وفي الوقت اللي انا وانت فيه دلوقتي يحيى عطية الله بيلعب مع نادي سوتشي الروسي، وكان في خبر بيقول ان الوداد هيتعاقد مع يحيى عطية الله من تاني عشان يرجع للفريق من تاني. وبس كده، وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتكتب لي اتكلم عن مين في الفيديو الجاي.